السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبار النادي الأهلي. أكد الإعلامي أحمد شوبير أن إدارة الأهلي ترحب بفكرة بيع أو إعارة صالح جمعة لاعب الفريق في حال وصول عرض مناسب للاعب، موضحا أن المارد الأحمر سيعيد سعد سمير ومحمد محمود لقائمته المحلية ويستبعد كريم نيدفيد. وقال شوبير أيضا في برنامجه الإذاعي عبر قناة أون سبورت اف ام: مفاوضات الأهلي لا تزال على قدم وساق مع سان داونز لضم سيبرينيو، كما قال أن المفاوضات المادية بين النادي الأهلي ودجلة لضم أحمد بيكهام على النجاح. وأضاف شوبير: للأهلي لا يفكر في التعاقد مع حارس مرمى ويكتفي بوجود الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، بل يرحب الأهلي ببيع أو إعارة صالح جمعة، ففي حال وصول عرض مناسب لن تمانع إدارة الأهلي في الموافقة على رحيل صالح جمعة. وتابع شوبير أيضا: الأهلي سيعيد قيد اللاعب سعد سمير ومحمد محمود لقائمته المحلية بعد اقتراب شفاهما، فيما سيتم استبعاد اللاعب كريم نيدفيد من القائمة المحلية لحين وضوح الرؤية بالنسبة لمصيره. ومحمد محمود نيدفيد يشعران باطمئنان كبير بالنسبة لإدارة النادي الأهلي التي تصرف لهم مستحقاتهم بصورة طبيعية ودائمة رغم طول فترة ابتعادهم عن الملاعب. وعن الزمالك قال شوبير: سعدت للغاية بتصاعد أحمد نادر السيد الحارس الشاب للفريق الأول، وهو خامة مبشرة للغاية، وأؤكد ليس هناك أي مساس بمجلس إدارة الزمالك في الوقت الحالي على الأقل لنهاية بطولة دوري أبطال إفريقيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت معكم غادة سنبل ومحمود بدر.